السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وعلى سفرتكم متجمعين ومن القطايف واكلين ومتهنيين. النهاردة يا جماعة هنعمل أحلى طبق قطايف من غير خميرة ولا سميد. يلا بينا يا حبايبي نشوف مكونات القطايف. حاجات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت، وليه نروح نشتريها من بره؟ وممكن نعملها في البيت ونفرح أولادنا بيها وجيراننا ونهديهم في رمضان بيها. يلا تعالوا مع بعض نشوف المقادير مع بعض. معانا كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، ومعانا 4 معالق من السكر، ومعانا معلقتين من النشا، وكيس بيكنج باودر، و3 كوبايات الا ربع من الميه. تعالوا يلا مع بعض نحضر الشربات الاول. معانا كوبايتين من السكر، وكوبايه ونص من الميه. وبلاش نحط الميه على طول على السكر كده في النص، لازم نعملها في الحروف كده علشان ما يجيش عند الحروف ويسكر مننا. ممكن في الحالة دي لو عندك عسل تحط شوية عسل أبيض أو عسل كلوكوز. أنا هحط نص ليمونة، وشوية فانيليا بتخليها طعم وريحة حلوة أوي، بحبها أحطها في الشربات. ويلا بينا نرفعه على النار. وبعد ما رفعنا الشربات على النار لمدة 10 دقايق، ومحدش يقلبه يا جماعة. ويلا بينا نعمل بقى المكونات بتاعتنا. هنحط في الخلاط الدقيق، المواد الجافة بتاعتنا، وبعدين نحط النشا، البيكنج باودر، وبعدين اخر معانا حاجة السكر، 3 كوبايات الا ربع من المية. كله على بعضه يا جماعة. انا ممكن اعجنه على ايدي بس هيبقى فيه كتل، مش هيبقى كويس معانا، فاحنا هنضربه في الخلاط احسن عشان يبقى ناعم معانا ومفيش اي كتل زي ما انتوا شايفين كده. نقفل الخلاط ويلا نخلطهم مع بعض. وبكده يكون خلصنا الضرب معانا. تعالوا بينا يلا نصفيها مع بعض كده عشان برضو لو فيها تكتل ولا حاجة. احنا كده جبنا الطاسة على النار، فلازم طاسة ما بتلزقش، جرانيت او سيراميك. احنا صينية وفوطة عشان لما القطايف تطلع نحطها عليها، ومعانا كبشة. ويلا نعمل القطايف مع بعض. احنا على نار متوسطة خالص، مش هنقلبها على الجهة التانية خالص. احنا مش هنشيلها بعد ما الفقاقيع ديت الطرية اللي فوق دي تنشف كده. بدأت تنشف اهيت، لسه حاجات بس بسيطة. مش هنقلبها على الوش التاني، انا هوريكم الحمارة من تحت. الحمارة عملت ازاي، بس عشان سخنة معلش. نحطها بقى على الصينية اللي فيها الفوطة. هي الفوطة دي وظيفتها علشان القطايف بتطلع البخار ما تعجنش، فالفوطة بتشرب المية. ما شاء الله الحمار بتاعها جميل ازاي. نعمل بيض تاني. الحجم ممكن تتمكني منه، عايزه تعملي اللي هو الحجم الصغير، عايزه تعملي الكبير، بحاجه ايه براحتك. مفيش اسهل منها يا جماعه والله. ممكن نعملها وبترمي معانا كميات كبيره، وحاجه حلوه ان انت تعملها من ايدك وفي بيتك. والله جربوها وهتعجبكم كتير برضه. والدور التاني خلاص معانا اهو زي ما انتوا شايفين. شوفوا ما شاء الله جميله وطريه قوي، والله جميله ما شاء الله. جربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. كده يا حبايبي دي اخر حاجه معانا كده في عجينه القطايف. ما شاء الله جميله وحمارها تحفه. شوفوا ما شاء الله. شوفوا عاملين لنا كميه دي، كوبايتين دقيق عملنا بيهم احلى شويه قطايف، وموفره جدا وبتفرط معانا كتير جدا في كوبايتين دقيق. ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله. شايفين عملنا كمية كويسة جدا من كوبايتين دقيق وما كلفتناش حاجة، كلها موجودة في البيت. ما شاء الله الكمية تكفينا وتكف حبايبنا. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. ما شاء الله حمرها جميل جدا، شوفوا حمرها كويس، والمسام بتاعتها ضيقة. شوفوا كل ما طبقناها شوف تعمل طرية معانا جدا جدا اهي، اكننا بنعمل كريب واحسن من الكريب كمان. تعالوا مع بعض يلا نعمل الحشوة بتاعتها. انا عملت الحشوة بتاعتها. وفر عندك عايزة تعملي موز وتكرمليه بشوية معلقتين سكر تحشي بيها. انا عاملة دلوقتي فواكه مجففة على جوز الهند على زبيب على معلقتين سكر. انا بحط عليها معلقتين سكر علشان بيقوم سايح في قلب الحشوة من جوه، بيتكرمل جوه كده وبيخلينا الحشوة طعمها كويس. وده الشربات اللي احنا عملناه مع بعض. يلا يا جماعة نحشي مع بعض القطايف بتاعتنا الحلوة دي. ما شاء الله شكلها عامل ازاي، ولونها جميل جدا، ولسه هتتحمر برضو اكتر من كده، هتاخد لون في الزيت. لونها تحفة تحفة قوي يا جماعة، والله جميلة وطرية معايا خالص، تحفة شكلها تحفة بصراحة. ممكن تبقى مسكرة، ممكن جبنة رومي، لحمة مفرومة، فراخ باقية عندك ممكن تعملها بيها، مش شرط مسكرة بس. ونخلص باقي الكمية ونرجع لكم تاني. وكده يا جماعة يكون خلصنا الكمية كلها. هقلي شوية معاكم هوريها لحضراتكم، والباقي هخزنه في الفريزر. واحنا كده يا جماعة بقى حطينا الزيت، هنقلي مع بعض القطايف بتاعتنا الحلوة. بسم الله ما شاء الله جميلة ولونها جميل قوي، وهتاخد كمان لون في الزيت. ما شاء الله يا جماعة والله جميلة، وكل يعملها في البيت ويفرح اولاده في البيت، حاجة معمولة بيتي وجميلة. احنا ان شاء الله بكرة اول يوم في رمضان، عايزين دعواتكم كده، ورمضان كريم عليكم كلكم، وينعاد عليكم يا رب باليمن والبركات. الله الله ما شاء الله، الله اكبر. شفتوا اللون الذهبي ده يا جماعة جميل جدا والله، جميل تحفة، الله اكبر ما شاء الله. يلا قومي يا كسلانة انتوا وهي، قوموا اعملوا القطايف لعيالكم في رمضان، اول يوم في رمضان، ما تاخدش وقت معانا. شايفين الجمال واللون الذهبي ده، هو ده اللي احنا مطلوب وعايزينه. متنسوناش في اللايك يا جماعة لو عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودي اخر حاجة معانا في الكمية يا جماعة. شوفوا اللون، اللون جميل قوي، تحفة 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 بجد والله، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، جميل اللون تحفة. الخطوات اللي احنا عملناه يا جماعة تقيل ازاي وجميل زي العسل النحل. وجايبة هنا مصفى او شبكة، اي حاجة عندكم هنصفي فيها القطايف من الشربات. يلا بينا نعمل مع بعض. نحط في الشربات، لا القطايف سخنة لا الشربات سخن، لا اما ايه العكس. وبكده يكون خلصنا القطايف بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين، ومتنسوش اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.